ملخص قرعة كأس العالم 2026. طبعا رح نتكلم فقط على مجموعات المنتخبات العربية. في المجموعة الثانية قطر وكندا وسويسرا. قطر بإمكانها أن تقدم أداء ممتاز في هذه المجموعة، مجموعة فيها منتخبات وسط. في المجموعة اللي بعدها يوجد البرازيل والمغرب والمنتخب هاتاي واسكتلندا. المغرب ضد البرازيل مباراة كبيرة، ولكن المنتخب المغربي قادر أن يجتاز هذه المجموعة. والمجموعة اللي بعدها تونس وهولندا واليابان. منتخب التونسي قادر أن يأخذ مركز الثاني، طبعا المنتخب الهولندي مركز الأول، ولكن راح تكون بين اليابان وبين تونس، وبإذن الله تونس سوف تقدم أداء مميز. والمجموعة اللي بعدها هي مجموعة مصر وبلجيكا وإيران ونيوزيلندا. منتخب المصري بقيادة محمد صلاح وعمر مرموش قادرين أن يتأهلوا. منتخب الإيراني منتخب وسط، ولكن منتخب المصري قادر أن يفوز عليه. ومنتخب نيوزيلندا كذلك قادر أن تفوز عليه مصر. وبلجيكا بإمكانهم أن يتعادلون حتى. والمجموعة اللي بعدها هي السعودية وإسبانيا والأورغواي والرأس الأخضر. صراحة هذه أصعب مجموعة على المنتخب السعودي، ولكن لا شيء مستحيل. السعودية الذي فازت على الأرجنتين بإمكانها أن تفوز على إسبانيا، والمنتخب السعودي يجب أن يحضر نفسه من الآن للمباريات القادمة. والمجموعة الأخيرة هي مجموعة الأرجنتين والجزائر والأردن وكذلك النمسا. الجزائر والأردن نفس المجموعة، وسوف يواجهون الأرجنتين وميسي، ونتمنى أن كلهم يتأهلون، وباحتمال أنهم الاثنين سوف يتأهلون، أن يصبح واحد منهم مركز ثاني ويصبح واحد منهم كذلك مركز ثالث، وهكذا سوف يتأهلون إلى الدور القادم. هذا ملخص سريع للمنتخبات العربية لقرعة كأس العالم 2026، ولا تنسوا المتابعة وصلوا على النبي.